يا صاحبي لا مؤاخذة. كويس. طب محتاج حاجة؟ هما جم معايا ولا في؟ هما مش ورايا، عايزين بيأذوني يا عمنا. أنا والله كنت عايز فول ومهندس ميكانيكا، بس هما وديني للسكة الغلط. أنا ما كنتش فاهم. ربنا يتوب عليك. ايه يا اسطى ده؟ في حاجة حصلت؟ لا هو دي بان عليها حالة بتيجي كده، وبان عليه بيشرب حاجة. هو متشنج خالص. امسك دراعه لو سمحت من الناحية التانية بس عشان حد يضحك له. لا يبلع فيها. ممكن يبلع لسانه دي. تعرف تتصرف في الموقف ده؟ اركن يا اسطى على جنب. شوف يا اسطى هتلبسنا مصيبة انت كده. شوف فوق لا على ما في واحدة اسعاف قدام هنا. شكرا. لا اسعاف لا والنبي لا اوصيلك وخدوني عشان يعالجوني، هم اللي هزوني. لا محدش هيوديك خلاص. لا فلوس صح. قعدوا ينوموني ما يعالجونيش. تضحك علينا خلاص. ما يعالجونيش. قالوا لي انت ذكرني انا اتكرنت غيبوبه، عرفت محجوبه. ورزقت ترك الله. طيب نازل لوحدك ولا في حد معاك مثلا؟ ازاي ماشي لوحدك؟ انا عايز اروح السيده. وديني السيده الله يكرمك. انزل الكيسة وتغير يا باشا عشان صحته اكتر. قلت ايه؟ مش حاجة بقى. مسالفن انا مسالفن 14. ماشي. سلفنت 14. انا يا عم عادي والله، كنت تمام. كنت ربنا يشفيك يا بابا. والله هم اللي بيعملوا فيها كده يا عم. اسمه الكريم ايه؟ لا عم احمد. انا كنت مهندس ميكانيكا والعيال خدوني السكه. ربنا يتوب عليك. عيل عندنا كان في واحد ساكن اسمه ابو احمد، ده راجل لا مؤاخذة شمال والله. ده كان يجيب الحاجة ياكلها مش يشربها. كان بيبعت العيال رجالته الواد عنبة وموزة وحسام النمر. حسام النمر ده مش حلو ليه بقى؟ هما اللي خدوني السكة دي. أبويا الله يرحمه خدني وداني المصحة بقى.